يعني ايه ريحة دفى؟ يعني حلاوة وطعامة وجمال. الخضار عمل معايا كام؟ الخضار يا بنات عمل معايا، يبقى كده معانا 7 وجبات لحوم في 15 يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين. النهاردة معادنا مع فيديو قنبلة التوفير. هتوفري يعني هتوفري ميزانيتي 15 يوم لحوم وخضار. ازاي بقسم البندون دول تقسيمة صح، وازاي بوفر منهم التوفير الصح، ازاي بكفي بيتي لمدة 15 يوم من خضار، وبطلع وجبات مشبعة ومتنوعة من داخل الخضار بتاعي. بوفر وقت وفلوس ومجهود، وبوفر مبالغ محترمة من البندين دول. وهقولك على خطوات لو عملتيها في البندين دول هيوفروا معاكي بأمر الله مبلغ محترم. وهنعمل كمان وجبة اقتصادية هتناسب أي ميزانية. نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا عليه كتير في التعليقات يا بنات. أول حاجة بدأت بيها وهي الخضار. محددة ميزانيتي للخضار، كنت بحددها معاكم كل 15 يوم 300 جنيه يا بنات، ولكن المرة دي جبت الخضار بأقل من كده والحمد لله. سألت على الطماطم الجميلة دي كانت بكام في السوق؟ كانت الكيلو ربع ب10، يعني الكيلو ب8 جنيه. جبت كام كيلو طماطم؟ دول حوالي 3 كيلو ونص يا بنات. 3 كيلو ونص طماطم يا حنان هيكفوكي وانتوا أسرة 6 أفراد 15 يوم. أيوة، أنا عندي صلصة يا بنات في الفريزر، فناوية إن أنا كده أصفي كل الصلصة اللي موجودة عندي عشان أبدأ أصلص صلصة 15 يوم رمضان كلهم مرة واحدة ودفعة واحدة. فمش هشتري طماطم للصلصة، الطماطم دي هتكون عندي للسلطة، وبأمر الله هتكمل معايا ال15 يوم. زي ما انتوا شايفين الطماطم أول حباية زي آخر حباية، بسم الله ما شاء الله، وجميلة جدا. بعد كده نروح للبصل. البصل جميل جدا ودلوقتي موجود في السوق وكتير جدا. نخزن بصل يا حنان لو عندنا مكان. أيوة يا حبيبة قلبي، هاتي كمية البصل اللي بتستهلكيها وابدأي خزنيها زي ما هي كده صحيحة وعينيها عندك. طبعا انا جبت بكام البصل يا بنات؟ كان عامل 9 جنيه. 9 جنيه كيلو البصل، جميل جدا. ارخص خضارين موجودين في السوق دلوقتي حاليا والغريبة جدا هما البصل والطماطم. زي ما انتوا شايفين كده، البصلايه اللي مدورة دي هي اللي تختاريها يا حبيبة قلبي، لانها بتكون باردة كده في الخرط، يعني ما بتكونش حامية لما تخليش عينيكي تنزل وكده، وبتكون جميلة جدا ومسكرة. تمام. وجبت كمان بصلايه رفيعة على بصلايه كبيرة. الرفيعة دي يا بنات بعينها للشوربة، والكبيرة بخليها للخرط. تمام. نروح بعد كده للبطاطس. البطاطس جميلة جدا. بالنسبة للناس اللي قالت لي يا حنان البطاطس الطينية دي ما بتكونش حلوة في التحمير، والله ابدا، انا حمرت منها وجربت منها، وده تاني مرة اشتري منها. جميلة جدا وحلوة في التحمير، بتكون جميلة في الطبيخ، لا بتغمق ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين البطاطساية الكبيرة دي انا بحبها لانها بتكون سهلة كده في التقشير وفي التحمير، ما بتاخدش معايا وقت ايه في الخرط. البطاطس كانت عاملة كام؟ البطاطس يا بنات كانت عاملة 13 جنيه. جبت 5 كيلو بطاطس. بعد كده الفلفل الحامي. انا عايزه فلفل حامي عشان عايزه اعمل معاكم فكره كده بالنسبه لهريسه الشطه. الناس اللي مش عندها الفلفل الاحمر مش عارفه تعمل هريسه شطه، فهنعمل مع بعض بامر الله فكره كده لهريسه الشطه. وكمان هنعمل تفريزه حلوه جدا لرمضان من الفلفل ده، هتنفعك جدا جدا في رمضان وفي التحابيش كده بتاعه رمضان وبتاعه كمان السحور. بكام النص ده؟ النص ده يا بنات ب 12 جنيه. يعني كيلو الفلفل كان عامل كام؟ كيلو الفلفل يا بنات كان عامل تقريبا 24 او 20 جنيه. انا جايبه الحاجه بتاعتي كلها من مكان واحد، عشان كده الاسعار دخلت في بعضها. نروح بعد كده للكوسه. الكوسه انا فاكره سعرها كويس. الكوسه كانت عامله كام؟ كانت عامله يا بنات 22 جنيه. والله ب 22 جنيه، ولكن انا لو كنت نزلت السوق ونزلت متاخر كنت جبت بنص الثمن ده، ولكن انا شاريه من عندي محل. تمام. المهم الكوسه دي كانت عامله كام؟ كانت عامله 22 جنيه. جبت 2 كيلو كوسه وهبدا افرز منهم كميه، وهقول لك ازاي تفرزيها بامر الله، وهعمل معاكم فيديو بالكلام ده وايه، والباقي كده هعمله باستهلاكي ايه في ال15 يوم اللي جايين بامر الله. الكوسه جميله جدا، في منها صغير على كبير. الكبيره دي انا عايزاها والصغيره برضو عايزاها، فكده ايه بشكل كده وبنوع. نروح بعد كده للبتنجان. البتنجان الاسمر الحلو ده الجميل دوت عامل كام؟ عامل يا بنات 12 جنيه. 12 جنيه حلو جدا جدا يا بنات وسعره مناسب جدا. جبت كام؟ جبت كيلو البتنجان عامل 12، لا عامل 15 جنيه يا بنات. كيلو البتنجان ب 15 جنيه. ما كنتش جبت بتنجان بقالي كده شهر تقريبا، لان انا بجيب الكيلو بيفضل عندي بتاع شهر، يعني ولادي ملهمش فيه كتير قوي. وجبت كمان البسله الجميله الخضراء اللي زي الفل دي وتنقيه مش تعبيه. كانت عامله كام؟ كانت عامله يا بنات 20 جنيه. البسله كانت عامله 20 جنيه. جبت دول
كيلو وربع كانوا عاملين يا بنات 25 جنيه. 25 جنيه بسلة، بسم الله ما شاء الله. الولاد كانوا بيفصصوها كده وبياكلوها كأنها كده فاكهة مسكرة وزي الفل وخضرة. وكمان ميزتها يا بنات ان هي تنقية، يعني انت بتنقيها فانت الكيلو هيكون كيلو بالظبط. ده بالنسبة للخضار اللي احنا جبناه النهاردة. طيب في حاجات ناقصة يا حنان زي مثلا الخيار، زي الفلفل الرومي. بصوا يا بنات، الخيار سعره رافع جدا، يعني مثلا سعره معدي 25 جنيه. فانا بستبدله مثلا بالفلفل الحامي، بستبدله ممكن اشتري خضرة، ممكن مثلا اشتري اي حاجة تانية كده مثلا هتمشي معايا بدل ايه مكان الخيار. اي خضار سعره غالي ما بشتريهوش، اي خضار مش في الموسم بتاعي ما اشتريهوش. بالنسبة للطماطم زي ما بعمل معاكم كل اسبوعين، ببدأ افرز الطماطم حتى لو انا شارياها جامدة، افرزها عشان انا شايله الكيس، او حتى لو انا حاطاه في الشنطة بتاعة السوق بيبدأ الطماطم كده تضغط كلها على بعض. فالمستوية ديت هتبوظ معايا كمية الطماطم ومش هتكمل معايا ال 15 يوم. المستوية ديت انا بنقضها كده وبشيلها كده على جنب، وببدأ اقطعها زي ما هي وبعينها في الفريزر. ممكن اعمل بيها الطبخة القريبة، مثلا ناوية اعمل اي تسبيكة بطلع كيس الطماطم ده من الفريزر وبتعامل بيه، وبقى الطماطم كده بستخدمها. بالنسبة للخضار بتاعنا كلنا بنفضوه في شنط زي ما انتوا شايفين كده، لا حطه في التلاجة لحد ما يجي وقت التفريز. يعني وقت ما بكون ناوية في اليوم ده ان انا افرز الخضار بتاعي بيكمل معايا. قسمت الوجبات بتاعتك ازاي يا حنان؟ هقولك يا حبيبة قلبي، عندي البسلة وعندي الكوسة وعندي بتنجان وعندي بطاطس وعندي طماطم. تخيلي الحاجات دي ممكن تطلعي منها كام وجبة؟ يعني مثلا ال2 كيلو الكوسة دول ممكن تطلعي منهم من 4 ل5 وجبات. طبعا مش هناكل ال15 يوم كلهم كوسة. وبالنسبة للبسلة دي هفرزهم ممكن يعملوا معايا من 4 ل5 اكياس مع اي خضار مشكل، مع كوسة مثلا بشكلها وهكذا. عنده خضار بقى من ال15 يوم اللي فاتوا، ببدأ اشكل من ال15 يوم دول على 15 يوم اللي فاتوا. يعني ما بستخدمش نوعين الخضار اللي بجيبهم خلال ال15 يوم بس، بيبقى فاضل معايا من ال15 يوم اللي قبلهم، وهكذا وهكذا. فبلاقي كده عندي فاصوليا مثلا في الفريزر من ال15 يوم اللي فاتوا، بطلع كيس بسلة على كيس فاصوليا على كيس كوسة على مثلا حبة بطاطس زي كده، وبعمل صينية بطاطس وكده متفل وعشرة. الخضار عمل معايا كام؟ الخضار يا بنات عمل معايا 210 جنيه. 210 جنيه دول هيكملوا معايا بأمر الله ال15 يوم، ومش محتاجة خضار أبدا تاني. الخضار الأساسي معايا طماطم بطاطس بصل، طالما دول موجودين عندي أنا عندي كل ستر وعندي كل خير. لو وصلتي معايا لحد هنا اوعي تكوني نسيتي تحطي لايك. نروح بعد كده للحوم. لحوم ال15 يوم ايه يا حنان؟ هي دي لحوم ال15 يوم تمام. وب100 جنيه لحمه مفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه اللي هي اللحمه المستورده يا بنات، وده عندي في الفريزر. تمام، عندي في الفريزر من الشهر اللي فات. اكتفيت بقى بالفرختين دول وهبدا اقسمهم معاكم تقسيمه محترمه. الفراخ كانت عندي عامله كام؟ الفراخ يا بنات عندي كانت عامله 85 جنيه. يعني الفرخة من دول 3 كيلو بسم الله ما شاء الله، كبيرة في الحجم ومحترمة، وكنت جايباها كبيرة علشان اعرف اقسمها واعرف اوزعها واعرف اطلع منها كمية محترمة. الفرختين دول كانوا عاملين كام؟ الفرختين دول يا بنات كانوا عاملين 514 جنيه او 515 جنيه. تمام بالظبط. تمام، بشتري عليهم ايه؟ ربع كيلو من اللحمة المفرومة. يعني كده ميزانيتي بالنسبة للحوم عملت كام؟ 15 يوم لأسرة 6 افراد عملت معايا يا بنات 600 جنيه او 610 او 620. كده كتير؟ لا مش كتير ابدا، على اسره 6 افراد حلو جدا. وهوريكي التقسيمه بالنسبه للناس اللي بتغلب في تقسيمه الفراخ واللي عدد افراد اسرتها كبير. هوريكي تقسيمه حلوه جدا ومختلفه جدا، ممكن ما تكونيش شفتيها في اي حته. بس نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا عليه كتير في التعليقات يا بنات، وما تنسيش اللايك والكلمة الحلوة منك بتفرحني وبتشجعني. بالنسبة للفراخ يا بنات كل ما تجيبيها حجمها اكبر كل ما بتعرفي تقسميها تقسيمة احسن وافضل، وبتعرفي تطلعي منها وصفات اكتر وتطلعي منها وجبات اكتر. الفرخة الواحدة ممكن تطلعي منها كذا وجبة بسم الله ما شاء الله. بعد ما بنات بقسم الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، ما بطلعش الصدر كله بانيه، انا ما بحبش الفكرة دي ابدا. بحب اطلع الحتة اللي هي اللي عند الصدر اللي عند الكتف اللي فوق دي لوحدها بتكون مناب، والحتة اللي تحتها ديت هي اللي بطلع منها بقى ايه؟ باقي الافكار بتاعة الوجبات. هوريكم التقسيمة دلوقتي كمان مرة للي ما فهمش معايا الموضوع. تمام. بالنسبة بقى لل15 يوم دول هنمشيهم ازاي بالنسبة للوجبات
الوجبات بتاعتنا بالنسبة للحوم ممكن تمشيهم يا حبيبتي يومين أكل أرجحي ويوم أكلة لحوم، وده اللي هيكون مناسب جدا جدا لميزانيتك، لو ميزانيتك أسبوعية أو لو حتى ميزانيتك شهرية. هتعرفي توفري في البند ده مبلغ محترم، وهتعرفي كمان تصرفي أمورك. يعني ممكن مثلا نقضيها مرة مثلا صينية لحمة مفرومة مثلا بالمكرونة بشاميل، فهتقضي معاكي وجبة. ممكن تقضيها مثلا حتة صدر فرخة بصينية مكرونة بشاميل، برضه هيكون 100 فل وعشرة. ممكن تستبدلي اللي ب100 لحمة مفرومة أو نص كيلو اللحمة المفرومة اللي هتشتريها على الفرختين، تستبدليه مثلا بكبد وقوانص، هيعملوا معاكي كيلو بسم الله ما شاء الله يملوا بيتك خير. الكيلو والكيلو ونص ممكن تقسميهم على وجبتين، في الوجبة الواحدة كيلو إلا ربع، هيملوا بيتك خير وهيعملوا معاكي وجبتين حلوين جدا ومحترمين. بالنسبة للورك بقسمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. وطبعا وانت بتنضفي الفراخ خلي بالك من العروق اللي بتكون حمرا في الفراخ ديت، لازم تطلعيها، لانها لما بتستوي مع الفراخ اولا بتعمل زفارة، وثانيا يا بنات بتعمل لون مش حلو في الفراخ وبيبقى شكلها مش جميل. اي دهون بقى في الفراخ مش لازم تسويها طالما اولادك ما بياكلوش الدهون اللي في الفراخ وهي اصلا مش صحية. طلعي اي دهنة كده تقابلك تكون شكلها ايه، شكلها مش مرغوب فيه. فحاولي انت تشفي الفراخ بتاعتك كده كأنك بتشفي حتة لحمة، وحاولي انت ترضي بالحاجة اللي بين ايديكي، دي اهم حاجة. انت راضية وانت بتقسمي الحاجة بتاعتك والله ربنا هيبارك لك فيها. وسمي الله وخليكي مبسوطة وخليكي فرحانة بمشترياتك مهما كانت قليلة. بصي يا بنات، انا باجي تحت الجناح كده، شايفين تانية الجناح، باجي على تانية الجناح كده وابدا انزل بالسكينة. الحتة اللي فوق ديت انا بسيبها وبتكون مناب، والحتة اللي تحت دي هي اللي هطلع منها الافكار بتاعة الوجبات، وهوريكي في الاخر التقسيمة بتاعتي كانت عاملة ازاي. اول حاجة بعملها ان انا بغسل بقى الفراخ بتاعتي، لو فيها اي جلداية صفرة، فيها اي مثلا ريشة فايتها المكنة او حاجة زي كده، او حاجة في الورك كده من اللي هي الحتة المكبدة ديت، ببدأ اطلعها بالمية عادي جدا. تمام. وبعد كده ببدأ اعمل ايه، اعمل المحلول بتاع النقع بتاعي، اللي هو المحلول اللي انا متعودة عليه كل واحد. تعالوا كده نشوف المحلول بتاعنا. عبارة عن يا بنات 3 معالق كده من الدقيق، او على حسب ما انت تحبي بقى، ليمونتين كده ونعصرهم عصرة محترمة، ونجيب بقى طماطمية كده ونبدأ نهرسها او نفركها بين ايدينا زي ما انت عايزة كده. وبعد كده يا بنات عندك بقى ورق لوري، حابة نحط كده حبة ملح محترمين، وتوصي كده بالملح، دوبي ده كله مع بعضه. وبعد كده انزلي بالفراخ بتاعتك وصفيها من المية اللي هي كانت فيها تصفية كده محترمة، وسيبي الفراخ في النقع ده حوالي يا حبيبة قلبي ربع ساعة. وبعد كده ارجعي له وابداي طلعي منه ما اي ماده لزجه او اي حاجه، وانتي بتغسلي كده في الفراخ اي حاجه تقابلك شيليها. وبعد كده بنشطف الفراخ شطفه واحده بس بعد المحلول ده بميه ساده من غير ما نفرك فيها ولا اي حاجه، يا دوبك نصفي ونطلع. تعالوا نروح بقى للتقسيمه. بحط يا بنات دبوسين، وبحط كمان كتفين، وبحط حته الورك اللي هي الكفه بتاعه الورك. يبقى دول كام مناب؟ دول كده 5 منابات. طب انتوا يا حنان 6. بالنسبه للكفه بتاعه الورك دي انا بقسمها انا وواحد من ولاد الصغيرين. تمام. وكده بتكون رضا والحمد لله. تمام. فكده الوجبات بتكون متكامله وبتكون حلوه جدا. في حد من ولادي بيحب الصدر بياخد من الصدر، في حد منهم بيحب من الورك بياخد من الورك، وهكذا وهكذا. المناب الكبير للكبير والمناب الصغير للصغير. قسمت بقى طبقين اللي هما الدبوسين وكفتين من الورك، وبعد كده قسمت الطبقين اللي في الاول دول يا بنات زي بعض، يعني فيهم دبوسين وفيهم حتتين من الكتف وفيهم كمان كفة من الورك. والطبق اللي في الاخر دوت فيه كفتين من الورك والكفتين الكبار بسم الله ما شاء الله، والكبد والقوانص سلسلة بقى الظهر والرقبة، ودول هيبقوا معايا وجبة. ممكن اخلي حتتين الورك دول واعمل بيهم وجبة. وجبت بقى الاربع قطع من الصدور اللي انا شيلتهم من الفراخ، وهعمل بيهم كده وجبات، وابدا كده اشفيهم من العظم اللي هم فيه. دي التقسيمه المحترمه جدا جدا واللي هتفرق معاكي كتير جدا. بدل ما تروحي تصفي الصدر كله وتطلعيه هياكل، لا احنا طلعنا من الصدر بانيه وطلعنا من الصدر استريبس، وممكن نطلع منه كمان مفروم، وهنسيب حته في الكتف كده هتنفع مناب كده لاي حد من ولادنا بيحب كده الصدر. تمام يا بنات. يبقى كده عملت كام وجبه من الفراخ؟ وجبات محترمه، وجبات مشبعه، وجبات يعني تدفي وتكفي وبسم الله ما شاء الله كبيرة. عملنا كام وجبة؟ عملنا كده وجبتين من صدور الفراخ اللي هم عزلناهم كده على جنب، وعملنا كمان اللي هو اللي بالعظم عملنا 3 وجبات. تمام. يبقى كده بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتي فرختين بس ب500 جنيه عملوا معايا بنات 5 وجبات لحوم. 5 وجبات لحوم لأسرة 6 أفراد بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومعايا كمان ب100 جنيه لحمة مفرومة زي ما قلت لك، هيعملوا معايا وجبتين في كل وجبة ربع كيلو. يبقى كده معانا 7 وجبات لحوم في 15 يوم، يوم ويوم بسم الله
والله ما شاء الله ممكن يفضل منهم كمان. وبعد كده نغسل الرخامه بتاعتنا. يبقى التقسيم الصح بقى بيبدا من عندك، بدل ما تروحي تجيبي الفرخه وتبداي تشفي الصدر كله مره واحده وما تطلعيش الحته اللي عندك كتف دي مناب، فهتفرق معاكي كتير جدا. لا، حاولي ان انت تقسمي التقسيمه بتاعتي دي، وبامر الله هتسد معاكي سد كبير، وهتبقى معاكي في توفير كبير وكبير. لما بتجيبي الفراخ بتاعتك حجمها كبير بتفرق معاكي كتير جدا في التقسيمه، بتعرفي تطلعي منها بانيه، بتعرفي تطلعي منها ستريبس، بتعرفي تطلعي منها وجبات حلوه. ممكن قطعه واحده تقسميها لاتنين من ولادك، هتكون كبيره بسم الله ما شاء الله، وهيلاقوا فيها كده، وهتبقى مناب محترم. تمام. هقولك على الوجبه ديت بقى. الوجبه دي ما تقوليش عليها لحد. اي رقبه عندك بقى، اجنحه، هياكل، حاجات من ديت، هاتيها كده وحطيها في حله واغليها. وبعد كده هاتي بصلايه كده على النار وابداي شوحيها، انزلي عليها بالخضار بتاعك وحبه البهارات بتاعتك، وقلبي التقليبه المحترمه. وبعد كده انزلي بالصلصه، يعني ما تعمليش التخديعه وبعد كده تنزلي عليها بالخضار، لا العكس. سوي بقى الخضار نص تسويه، وبعد كده انزلي عليه بالتسبيكه بتاعتك او انزلي عليه بالصلصه بتاعتك. والله هتشم ريحه هتقلب الشقه بتاعتك ريحه دفى. يعني ايه ريحه دفى؟ يعني حلاوه وطعامه وجمال، ريحه من ريحه امهاتنا كده اللي كنا بنشمها في الطبيخ بتاعهم بتاع ايام زمان. وبعد كده نعمل بقى حبه رز بشعريه معايا كده، حبه شعريه، وهنزل عليهم بنص كيلو من الرز، مش اكتر من كده يا بنات. في الوقت دوت بقى انا مسكت بقى الاجنحه اللي معايا والرقبه ومش عارفه ايه، اديتها دهنه من حبه الصلصه اللي انا خدعتهم دول، ودخلتها تحت الشوايه بعد ما استوت. وكده الاكله بتاعتي ديت ما كملتش معايا يا بنات نص ساعه. هتقولي طبيخ في نص ساعه؟ والله يا بنات ما بتكمل نص ساعه. واعمليها واكتبي لي في التعليقات، وشمي بقى ريحه الاكل ده كانك كده عامله على لحمه، كانك كده عاملاها على ديك رومي. والله ما ببالغ، والله ريحه الاكل ده جميل جدا، والاكل ده طعم جدا. واهم حاجه الرضا. بالنسبه للناس بقى اللي قالت لي الرز في الصواني ومش عارفه ايه، شايفين الصينيه من تحت زي من فوق بيطلع معاه زي الفل. ودي كده حبه الهياكل او حبه ايه، او حبه الاجنحه وحبه الرقاب، دي الحاجات من الفراخ بتاعتي انا ما بشتريهاش لوحدها. دي كده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون عجبك. اكتبي لي بقى رايك في التعليقات انهي فكره عجبتك، وما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. دمتم نعمه في حياتي، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.